رخيصة ومالية السوق. جمبري الجامبو أمه 25 جنيه. ما تقوليليش كمان جمبري الجامبو، جمبري الجامبو مفهوش الفيتامين اللي موجودة فيها. حاجة كده عيالك هيعشقوها عشق، وانتي بالنسبة لك هتبقى إدمان زي ما هي إدمان بالنسبة لي أنا وعيالي. طعمها في حتة تانية خالص. ولا تقوليلي استاكوزا، ولا تقوليلي الجمبري الجامبو، ولا تقوليلي كابوريا. هي دي يا جماعة، عايزة أقول لكم، رغم إن هي رخيصة وب25 جنيه كيلو، وتجيبي كيلو يغرقك انت وعيالك. الكمية اللي انا عاملاها دي كلها كيلو. عايزه اقول لكم انا مش قادره اخلصها، انا عماله اكل فيه، كلت ربعها عقبال ما اخلص الكميه دي اكون كلت نصها. تاكلها كده انت والولاد من غير اي حاجه. بجد جباره. حاجه كده لوز اللوز ولوز العنب بتدف في البق. زي ما قلت لك، ولا تقولي لي بقى الجمبري الجامبو، ولا تقولي لي استاكوزا. هي بصي عدت الجمبري الجامبو والاستاكوزا بمراحل. بما اني منجايه اسماعيلويه سواحليه، احنا السمك بنعزه جدا. ودي عندنا في اسماعيليه بنسميها انشوقه. تمام، او انشوجه. قولولي انتوا يا سواحل بتسموها ايه في بلدكم؟ انا كاسماعيلويه اسمها انشوقه، هنا بقى في القاهره بيسموها ايه؟ بسارية. ومعرفش ليها اي اسامي تاني. في القاهره هنا بسارية، وفي اسماعيليه بلدي اللي اتولدت واتربيت فيها واهلي وناسي هناك بنسميها انشوقه او انشوجه. زي ما انتوا شايفين، انا اشتريت الكيلو من السوق هنا في سوق المنيره. اشتريته ب25 جنيه. جبتها وحطيتها كده في ميه، غسلتها كويس وبدلقت الميه. وبعد كده حطيت ميه نظيفه وبدات اضغط كده على بطنها بصبعيني. شلت البطن لان البطن لما بتتحمر بتبقى مره. في ناس بتعملها ببطنها بس انا مش بحب كده بصراحه. الافضل ان انت تضغطي كده بصوابعك الاتنين على بطنها، هتشيلي كل اللي فيها وهتبقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين، ما ينفعش تغسليها واحده واحده لان هي ضعيفه جدا وكلها دهون. هتحسيها كده ان ملمسها دهن قوي. غسلتها مره واتنين وحطيت عليها عصره ليمون وشويه ملح عشان اعقمها. وحطيتها على ربطه بقدونس عشان تمتص كل الزفاره. ربطة البقدونس وتاخد السوائل بتاعتها. شايفين؟ عايزة اقول لكم قنبلة اوميجا 3. اوميجا 3 عالية جدا، مش موجودة في الجمبري ولا في الاستاكوزا ولا اي انواع سمك. بتغذي البشرة والشعر، وفيها زي ما قلت لكم اوميجا 3 عالية. وفيها فيتامين ايه تاني، فيها فيتامين كويس جدا بس انا ناسية اسمه. هحط معلقة ملح وكمون وحبة كزبرة ناشفة، وهحط معلقة من الثوم ومعلقة كبيرة من الفلفل الأحمر الفريش، ومعلقة كبيرة عصير ليمون. وقلبي بقى التوابل، الكزبرة والملح والكمون والثوم والفلفل السبايسي مع الليمون، قلبيها كده في بعض. شايفين ما شاء الله كبيرة ازاي؟ ب25 الكيلو. ده كيلو. سيبيها ساعة في التلاجة تتبل كويس جدا. وبعد كده هنحط عليها شوية دقيق ونبدرها بشوية دقيق كده وننخلها كويس في مصفى، وتبقى بالشكل ده. انا هنا بدرتها ونخلتها في مصفى كويس جدا وفي زيت سخن غزير، ويكون سخن كده. ارمي الانشوقة او ارمي البسارية فيها وحمريها. بتبقى كريسبي بقى يا بنات ورهيبة بجد. انا عيالي بيعشقوها وانا بعشقها. لو انت حابه تعملي جنبها حاجه، اعملي شويه كشري اصفر. اكيد كلكم عارفينه، مش عارفه معظم الناس ما تعرفوش قوي، بس ان شاء الله اعمله معاكم المره الجايه بطريقه الاسماعيلويه. زي ما انتم شايفين كده، انا حمرت الكميه كلها وفاضل اخر حبه دول في الطاسه. الكميه دي كلها كيلو. الكيلو ده ب25 جنيه. بس انا عايزه اقول لكم، السمكه دي اطعم سمكه انا بستطعمها. فيها اوميجا 3 وفيها فيتامين عالي جدا، وكمان مغذية للجسم وللبشرة. ده غير ان طعمها مميز جدا. يعني انا بحسها ان انا باكل جمبري جامبو، باكل استاكوزا. اللحم بتاعها دسم وطري، فطعمها جميل. انا بحبها قوي طول السنة بحبها.